السلام عليكم. هاتكلم في فيديو النهاردة عن حاجة بسيطة قوي لكن بتفرق جدا، وهي ازاي لما نيجي نخزن حاجات في الفريزر ما تاخدش معانا مكان وما يبقاش شكل الكيس كده يعني كتلة واحدة، وتبص تلاقي الدرج فيه 4 5 أكياس ومع ذلك واخد مساحة كبيرة جدا وما انتش عارفة تحط فيه حاجة. هناخد الفلفل الألوان على سبيل المثال النهاردة زي ما انت شايفة. أنا يعني غسلته ونشفته وقطعته كده زي ما انت شايفة شرايح، وحطيته في أكياس من بتاعة التلاجة. هناخد مع بعض النهاردة كام طريقة كده تقدري تقفلي بيها الكيس، بحيث لما تيجي تفرديه وتحطي إن شاء الله 20 كيس فوق بعض ما ياخدش معاكي مساحة خالص، ويبقى الفريزر معاكي منظم ومرتب وما إلى ذلك. حطينا الفلفل بقى في الكيس. هنطلع منه الهواء كويس قوي، ودي عندي سكينة قديمة بقالها سنين أنا محتفظة بيها علشان تشوفوا أنا بستخدمها إزاي في قفل الأكياس ومخليها للغرض ده يعني. بتحطي بقى حرف السكينة تحت الكيس بالشكل ده، وتجيبي الولاعة وتبدأي تمشي بيها على الكيس بالطريقة اللي انت شفتيها دي. هتبص تلاقي الكيس يتقفل معاكي بمنتهى السهولة. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيديو ده ما نعملهاش قدام أطفال صغيرين، علشان ما يقلدوناش طبعا ويبهدلوا الدنيا ويأذوا نفسهم. قفلنا بقى الكيس الأولاني، وشفت لما قلبناه مقفول تماما بمنتهى السهولة وكمان محكم جدا جدا. تعالوا نشوف الطريقة التانية. هنجيب فيها ورقة فويل ونلفها كده حوالين الكيس، وبرضو نفس السكينة هنسخنها كويس جدا جدا على عين البوتاجاز، ونجيبها نحاول بالحرف السميك بتاعها نضغط بيها على ورقة الفويل. الكيس هيتقفل معانا برضو بمنتهى السهولة، وانا قلبها كده زي ما انت شايفة مفيش حاجة بتنزل منه ومحكم الإغلاق تماما. نيجي للطريقة التالتة، وهنا انا بحط ايدي في الكيس عشان تشوفي ان هو مفتوح، لان ممكن حد يفكر ان هو مقفول ولا حاجة يعني. هنا خلاص حطينا ورقة الفويل تاني على الكيس زي ما انت شايفة برضو في الفيديو، ومعانا بقى المكوة او القوتي زي ما تتسمى في بعض الدول. ونضغط بيها وهي سخنة كده على الكيس على ورقة الفويل من بره. طبعا هتقفل معانا الكيس برضو بمنتهى السلاسة وبمنتهى الإحكام، ويترصوا بالشكل ده مش هياخدوا معاكي مكان خالص. عندنا كمان برضو الحاجات اللي بنستخدمها في التخزين، اللي هي أكياس اللي هي بتبقى ذاتية الغلق دي، بأيا كان بقى شكلها أو حجمها. يعني لو هي مش متاحة بنستخدم الأكياس العادية، لو هي متاحة فعلا بتبقى كويسة جدا وبتوفر بقى علينا الخطوات اللي احنا قلناها دي بالنسبة لإغلاق الأكياس يعني. تمام. طب هل في بقى طريقة رابعة؟ في بقى طريقة رابعة كمان لإغلاق الأكياس، اللي هي الجهاز اللي هو فاكيوم، اللي هو بتاع شفط الهواء وكمان قفل الكيس في نفس الوقت. طب هل هيعمل معانا الكلام ده دلوقتي؟ هنشوف إذا كان الكلام ده مظبوط ولا لأ. هو في قطعتين كده بيدخل فيهم الكيس، وبعدين بنشغل السويتش اللي فيه ده في الجنب، ويبدأ هو معايا يسحب الهواء من الكيس ويقفله. بس طبعا هنا ما سحبش الهواء ليه بقى؟ لأن كان عندي الفلفل مبلول، وبالتالي بل الكيس، وهو لو في أي مية موجودة في الكيس مش بيقفله كويس، فدي مش مشكلة لاني هستخدمه على طول يعني، ومش هخزنه لفترات طويلة. وان شاء الله هنبقى نعمل ريفيو عن الجهاز ده. وفي الاخر اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى المتابعة واللايك والشير. اشوفكم في فيديو قادم. مع السلامة.